السلام عليكم. اهلا بكم معايا، انا امل حسين. تعالوا نعمل النهارده فتة العيد. هنعمل الفتة المصري باللحمه بقى، جميله جدا مناسبه لعيد الاضحى. هعملها معاكم بطريقه جميله وبسيطه جدا. كمان هنعملها بقى بطريقه سهله كده. شايفين شكلها بعد ما حضرتها؟ عايزه اقول لكم بقى حلوه قوي، والطريقه كمان مفيش اسهل منها. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. حطيت معلقة سمنة في حلة على النار، وهبدأ انزل كده بقطع اللحمة. النار بتكون عالية عشان اللحمة ما تنزلش ميتها. انا عايزة اديها بس صدمة كده من ناحيتين. اقفل المسام وبعد كده هزود المية المغلية. في الوقت ده انا كنت مولعة على الكاتل او على مية بتغلي. بعد ما حطيت اللحمة كده كلها والنار كانت عالية، خدت صدمة، هبدأ اقلبها كده على تاني ناحية. انا عايزاها بس تتصدم كده او تقفل المسام، علشان لما احط عليها الميه تستوي بقى وتدي طعم حلو. هنزل ببصلايه وطماطمايه وبصلايه، قطعتهم كده كل واحده 4. وبعد كده نزلت بالميه المغليه. مش هحط التوابل دلوقتي، هاخرها شويه. هسيب بس المرق يغلي كده. وبعد ما اشيل الريم او الزفره اللي بتطلع على الوش بالطريقه دي، هبدأ بقى بعد كده احط التوابل. اول ما بتغلي كده بيطلع على الوش رغوة او الزفرة كده. بنبدأ بالكبشة ونلقطها بالشكل ده. بعد ما رفعتها كده كلها، هبدأ بقى احط التوابل. حطيت حبهان والفلفل مجروش وورق لورا. ببدأ انزل بيها كده بقى، وهغطي الحلة بعد ما بتغلي 10 دقايق. بهدي النار خالص لمدة ساعة بقى، او حسب نوع اللحمة اللي بتسووه. بعد ما بتستوي بندفع عليها ونرفعها عن النار. تعالوا بقى نجهز الصلصة. هنجهز صلصة الفتة. حطيت معلقة كبيرة من السمنة، ونزلت كمان بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. وهبدأ هنا اقلي التومة. انا عايزاها بس تاخد لون ذهبي فاتح كده، مش عايزة اغمقها علشان ما تمررش معانا. بقلبها كده، وخلوا بالكم عشان الثوم بيتحرق بسرعة، مش بياخد وقت في التحمير زي البصل. بنزل بقى هنا بحوالي 3 معلقة كبيرة من الخل، والخل ده مركز. بتشي بقى التومة كده، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. وانا عندي هنا الطماطم كنت مجهزاها ومعصورة ومتصفية. انا بستخدم عصير الطماطم اللي بفرزه، يعني بيكون مركز شوية، مش خفيف. لو الطماطم اللي بتستخدموها لسه معصورة، هتسيبوها بقى تتسبك كويس. انا نزلت هنا كمان بالملح والكزبرة والفلفل. ودي التوابل اللي ضفناها. هنبدأ نقلب كده بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها تغلي لحد ما تسبك كويس، او تاخد طعم التومه كده وطعمها يبقى حلو تتركز. انا هنا بقى بعد اللحمه ما استوت بنزل عليها بالملح، يعني طبعا في الاول مش بنملحها. بملحها في المرحله دي بعد ما استوت، وبسيبها تاخد غلوتين كده 5 دقايق. وبعد كده ببدأ اطلع اللحمه كده من المرق وبصفيها. تعالوا نعمل بقى الرز الابيض. انا هنا حطيت السمنه ونزلت بالرز بعد ما غسلته، ونزلت عليه بالملح. وهبدأ اقلب فيه كده، عايزاه يتشوح بس كده وتنشف منه المية. نزلت بحوالي 3 ورقات من اللورة. وهنزل بقى بنص الكمية مرق ونصها مية مغلية. ممكن تعملوا بمية مغلية بس او بمرق بس زي ما تحبوا. انا هنا حطيت نص الكمية مرق ونصها مية مغلية. وبعد الغليان بقى بسيبه على نار هادية كده لمدة تلت ساعة تقريبا. عندي هنا عيش، تقدروا بقى تستخدموا اي نوع عيش. انا استخدمت العيش البلدي وقطعته كده بالشكل ده. هنبدأ بقى في معلقة سمنة على النار كده في اي صينية، ونبدأ نحمره. انا قلبته هنا بس على النار في السمنة، وبعد كده دخلته تحت الشواية. تقدروا بقى تحمروه في الميكروويف او في القلاية الهوائية، او تحمروه في الفرن، دخلوه زي ما هو كده في الفرن زي ما تحبوا. هنا بقى في معلقة سمنة، وهبدأ احمر اللحمة. انا هحمرها كده تديها تحميرة خفيفة بس عشان ما تنشفش. مش هحمرها قوي، يعني يا دوب اتشوحت بس كده، وبقلبها بالشكل ده. في الوقت ده انا رشيت عليها ملح وفلفل. وهننزل عليها بقى بكبشة من صلصة الفتة اللي حضرناها. كبشة واحدة بس كده، او حوالي 3 4 معالق. هقلبها دقيقة واحدة بس كده على الناحيتين واطفي النار. وعندي هنا بقى الطبق اللي هقدم فيه. حطيت الرز اول حاجة كده. انا بحط طبقة من الرز خفيفة، وبعد كده بنزل بالعيش اللي حمصناه. وهحط عليه بقى كبشتين كده من المرق. وحطيت كمان حوالي 2 معلقة كبيرة كده من صلصة الفتة. وهقلب بقى كله مع بعضه كده.
ما بحبش العيش طري قوي، يعني ممكن تزودوا بقى المرق لو بتحبوا العيش طري طري اكتر من كده. احنا بنحبه نص نص كده، يعني مش طري قوي. بعد ما قلبته بقى هبدأ هنا احط الطبقة التانية من الرز على الوش، وبسويه كده وببدأ ازين كده من الاطراف. انا بحب احط عيش محمص كده على الاطراف للزينة بس. وبعد ما زينت الطبق كده بالشكل ده هبدأ احط بقى صلصة الفتة. انا هنزل بيها كده، تقدروا تعملوا بها بقى شكل حلو او تحطوها على شكل خطوط بقى او زي ما تحبوا. انا حطيتها بس كده على الاطراف، وببدأ في النص احط اللحمة. وبحط بقى جنب الفتة بحط طبق من صلصة الفتة، واللي حابب يزود بيزود. بتحطوا بقى تقدموا جنبها الصلصة وسلطة والمرق. شايفين بقى شكلها كده جميل ازاي، وطبق سهل كده ولذيذ. وطبعا ما يحلاش عيد الاضحى الا بالطبق اللذيذ الجميل ده. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى تجربوا الطريقة وتكتبوا لي رأيكم في كومنت. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.